ننصحكم تحتفظوا بهذه الوصفة تاع العجينة المورقة ناجحة 100% بمقادير مضبوطة، وهذه هي وصفتي اللي معتمدتها من سنوات. تبعوا الفيديو من الاول للاخير باش تعرفوا المقادير المضبوطه والخطوات كلها بالتفصيل. نبداو الوصفه على بركه الله. بسم الله. نبداو في ان ريسيبيون. حطيت كيلو تاع فرينه مغربله، 10 غرام تاع الملح، 150 مليلتر تاع الزيت، حبه بيض، مغرف كبيره تاع الخل. ونبدا نلم في العجينه تاعي، يعني نحاول نبسسها بهذوك المكونات. نبدا نضيف في الماء لازم يكون بارد مليح. هنا العجينه هذه خذات لي بالضبط 420 مليلتر، يعني المقادير راني مديت لكم كلش مضبوط. هنا الماء نضيفه تدريجيا. بالنسبه للمبتدئات روحوا بالشويه وشوفوا القوام تاع العجينه كيفاش نتحصلوا عليه، يعني تكون طريه. انا هنا حطيتها فوق لو بلون دو طرافاي ونعجنها تقريبا 8 دقائق، يعني حتى تولي لي لاباط كيما راكم تشوفوا، تتلم وتولي ليس وهي راهي طريه. هنا واش ندير؟ نخلي هذيك لاباط ترتاح ونجيب لا مارغارين. نعاود نقول لكم بلي هذه لا مارغارين ماهيش زبده التوريق وماهيش الزبده. حطيتها في الكونجيلاتور ورابيتها في العين الكبيره كما راكم تشوفوا. هنا العجينه، نجيب العجينه نرش البلون دو طرافاي تاعي بالفرينه ونبدا نحل في العجينه تاعي. السمك يكون تقريبا 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. نحلوها على شكل مستطيل. نجيبوا هذيك لا مارغارين نحطوها في الوسط ويعني نغطيوها بالعجينه كامل. نجيبوا العجينه تاعنا من الطرفين، يعني من الفوق ومن التحت، ونزيدوا من اليمين واليسار، نغلقوها بهذا الشكل ونعاودوا نطبقوها على 2. هنا نتاكدوا باللي المارغرين تغطات كامل بالعجينه. نديروا دائما نعاونوا رواحنا برشه تاع الفرينه. نجيبوا القراص ونبداو نضربوا في العجينه تاعنا على السطح كامل من التحت ومن الفوق كما راكم تشوفوا. الفيديو راهو يشرح في نفسه. هنا راني درت زلزال. هنا نضربوا بالحلال ولا بالقراص بيان، ومن بعد نبداو نجيبوا الحلال من الوسط نروحوا لتحت، من الوسط للفوق، باش لاباط فويتي تاعنا يعني ما تخرج لكمش لا مارغارين. هنا نبقاو نقلبوا في العجينه ونعاونوا رواحنا برشات خفاف تاع الفرينه. انا هنا راني نحل في العجينه، حليتها تقريبا رقيقه على شكل مستطيل، وراح ندير ان تور دوبل. الفيديو راهو يشرح في نفسه. هذا هو لو تور دوبل. نقلبوا العجينه على 2 ونزيدوا نقلبوها على بعضها. وهنا نعاود نحلها بالقراص كما راكم تشوفوا. الطريقه تاع الحلان تاع العجينه راهي واضحه في الفيديو. نعاونوا دائما برشات تاع الفرينه حتى نتحصلوا على مستطيل. نعاودوا نديروا ان تور دوبل كما الاول. هنا بعد ما درنا التور دوبل الثاني نحطوا العجينه هذيك ونزيدوا نقرصوها شويه، نطويوها على 2 ونزيدوا نرشوا رشه فرينه. نهبطوا العجينه تاعنا غير شويه بركه بالحلال. والعجينه المورقه تاعنا راهي واجده كما راكم تشوفوا. انا راح نقسمها على 2 باش نوري لكم كيفاش خرج الطوراق. شوفوا الله يبارك، جات ما شاء الله مورقه. الله الله. هنا انا راح يعني نقسمها على 4 ونوزنها باش نقول لكم شحال جابت في الميزان. هنا شوفوا الله يبارك، عجينه مورقه ولا اروع. انا كي وزنتها اعطتني 2 كيلو و150 غرام. نحط كل قطعه في بلاستيك غذائي ومن بعد في ساشي باش نحطهم في الكونجيلاتور. وهذيك لي طارتولات اللي شفتوهم في اول الفيديو درت بهم من هذه العجينه المورقه. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم وتستفيدوا منها. عاودوا انشروا الفيديو لايكاتكم وتعليقاتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. سلام.